لو لسه ما جربتيش العيش السياحي بالطريقة دي فايتك كتير جدا. مش مبالغة يا جماعة، حقيقي العيش ده تحفة في الفطار كده مع مع الطعمية. تحفة بجد. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض العيش السياحي. العيش اللي بيتباع في الأفران، اللي هو الأفران اللي هي السياحي، مش الأفران بالبطاقة. بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة المكونات بتاعتنا. معايا طبعا 2 كيلو دقيق، هضيف عليهم معلقتين خميرة فورية، هضيف عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. طبعا الفيديو النهاردة برعاية روضة بنتي، صاحبة قناة يوميات أم روضة. هضيف عليهم كمان حوالي 3 معالق كبار من السكر. ده الشرش اللي اتبقى معانا من فيديو الجبنة والزبدة اللي عملته معاكم الفيديو اللي فات. الفيديو ده انا كنت عاملاه قبل كده، عملت بالشرش قرص، القرص الفلاحي الطرية. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية عيش سياحي، العيش اللي بتشتريه من الافران ومن المطاعم بيبقى غالي كده، والرغيف مفيهوش لبة كده من جوه، مفيهوش لحم، يعني ما بيشبعش. هجيب معانا كوباية. هي طبعا انا دفيت الشرش بتاعي على البوتاجاز، يا دوبك كده خليته دافي علشان خاطر يخمر معايا العيش بسرعة. واحنا في الشتاء طبعا فانتوا عارفين العجينة بتاخد وقت. هتجيبي بقى كمية الدقيق بتاعتك، يعني مثلا حطيت دولت 2 كيلو دقيق ونص، يعني انا كنت جايبة 3 كيلو دقيق، خليت منهم شوية كده حوالي نص كيلو للرش، وبعد كده كملت زي ما انت شايفة كده. اخدوا معايا معلقتين كبار خميرة، 3 معالق كبار سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر. طبعا ما تنسيش الملح، نص معلقة كبيرة ملح. والشرش معايا انا دفيته على البوتاجاز شوية، وهبتدي بقى كده اقلب، احط واحده واحده، لان العجينه دي احنا عايزينها متماسكه شويه، مش لينه زي زي العيش القمح. العيش ده عشان احنا هنفرده دلوقتي بالنشابه، هتشوفي معايا، فمش عايزاه يلزق معايا. فهضيف معايا الشرش واحده واحده. عايزين كده واحنا شغالين مع بعض نسمي الله و... ونذكر كده ربنا سبحانه وتعالى، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك ونشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش. طبعا النهارده الراعي الرسمي عندي روضة. كل ما اقول لها لا مش هتعملي معايا تقوم بصوا، الحركة دي بتديني بوسة. مش انتي هتسيبيني اعمل معاكي؟ مش انتي هتسيبيني اعمل معاكي يا ماما يا جميلة يا ماما يا حلو؟ بتضحك عليا وفي الاخر تخليني اسيبها تعمل معايا. ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب. هبدأ بقى كده ادخل الشرش معايا، او لو انتي هتعجني بمية دافية خليها كده زي دمعة العين، ما تغليهاش قوي عشان خاطر ما تفسدش الخميرة معاكي. انا طبعا عجنتها كويس جدا وخدمتها. فلما جيت الم العجينه حطيت معايا حوالي 3 معالق كبار من الزبده. دي زبده فرن يا جماعه، مش سمنه بلدي بقري ولا حاجه، دي زبده فرن. انا مسيحاها على البوتاجاز في حله كده، وحطيت معاها حبه سمنه بلدي. مسيحاهم كده، خلطهم الاتنين ببعض وحطهم في برطمان عندي على الرخامه. بستخدمها في الاكل وفي المخبوزات زي ما انت شايفه كده. هدخل بقى الزبده اللي انا حطيتها دي كده في قلب العجينه، واخدمها كويس جدا. اه طبعا مش انا اللي بخدمها، دي الانسه روضه هي اللي بتخدمها. اهو. هي يا حبيبتي عايزه تعمل معايا وتساعدني، بس هي كفه ايديها صغننه. كل ما اجي امد ايديا تقولي لا خليكي انتي خليكي انتي، صوري صوري. ما شاء الله لا قوه الا بالله عليهم. طبعا انا عجنت العجينه بتاعتي وسبتها اختمرت معايا خمر كامل. يعني ايه خمر كامل؟ يعني الكميه بتاعتها اتضاعفت. مش ان انا سبتها ترتاح نص ساعه، لا انا سبتها خمرت عشان الدنيا ساقعة وشتا، فلسه هنسيبها تاني تخمر هنا، فبتاخد وقت شوية. كورتها كلها بنفس الشكل كده. طبعا رشيت الطبلية بتاعتي حبة دقيق عشان ما تلزقش معايا، وهغطيها. لازم تكلفتيها كده وتغطيها عشان الجو شتا، وهتسيبيها تاني ترتاح شوية بعد ما قطعتيها. وبعد كده هتجيبي بقى المردانة او هتجيبي النشابة زي ما بتسموها عندكم، وتبدأي بقى تبططي. ما بياخدش معاكي وقت خالص.
اهو السمك بتاعه حوالي ما يكملش نص سنتي، يا دوبك كده حاجة رقيقة جدا، لان هو لسه برضو زي ما بقولك هيخمر. طبعا الحاجة اللي في البيت غير الحاجة اللي بتشتريها من الفران. اللي بيبقى في الفرن ما بيبقاش فيه لبة كده من قلبه، يعني مثلا ممكن تاكلي 3 4 وما تشبعيش، انما ده حرفيا هتاكلي الواحد وهتشبعي، هتحسي بفرق. اهو انا بقلبه كده دايما، بشبعه كده بالدقيق وهو على الطبلية، بحيث لما انا اغطيه ما يلزقش معايا في الغطا، يعني ما يلزقش معايا في القماشة اللي انا هغطيه بيها. حلو كويس جدا السمك كده. العجينة معاكي طول ما هي مرتاحة هتتفرد بسرعة. هفرد بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الشكل. طبعا ما بين طبقة وطبقة بتروحي ايه مغطية كده بقماشة. طبعا لو عندك ملاية هيكون افضل، ملاية كبيرة كده وتحطيها، وما بين كل راق وراق هتتني نفس الملاية نفسها، يعني انا حطيت كله في صينية واحدة. بس طبعا انا يعني في الصينية دي انا حبيت اوريها لك واقولك ان انتي ما تلزقهمش في بعض، انا لما لزقتهم وجم رفعوا لزقوا في بعض. عادي، هو انتي هتقطعيها كده بالسكينة العجينة، بس يعني علشان الشكل بتبقى مش مظبوط معاكي، فخليها كده ايه، سيبي مسافة بين الرغيف والتاني، ما تلزقهاش في بعض. هخلص الكمية اللي معايا كده بنفس الشكل كله في صينية واحدة اهو، وابدأ كده اغطيه لحد ما خلصت الكمية كلها اللي معايا. هكلفتها برضو واسيبها تخمر حوالي، هنا بقى ترتاح حوالي نص ساعة. مكان الشغل بقى مكان مبططنا لازم تسيبيها ضروري ترتاح نص ساعة. وبعد النص ساعة هتدخلي المطبخ، طبعا هتولعي فرن البوتاجاز بتاعك، هتسخنيه كويس جدا. وبعد كده هتبدأي بقى تجيبي الصواني بتاعتك وترصي فيها العجينة. العيش ده يا جماعة لو جربتيه مرة ان شاء الله بإذن الله اوعدك ان شاء الله هتعمليه على طول، مش هتبطلي عمايل. جميل جدا وما خدش وقت، وطعمه روعة، يعني يستاهل ان انت تتعبي فعلا وتعمليه. اهو انا هنا بدأت اقولك خدي بالك من ان انا كنت يعني محطاه جنب بعض، وبصي مسكت اهي. طبعا عشان انا ماسكه التليفون بايد وبشيل العجينه بايدي التانية، فلما افصل التليفون دلوقتي بالسكينه كده وهاجي اسمهم عن بعض. بس انا بقولك لما تيجي تعملي ما تلزقوش في بعضه. هبدأ بقى املى الصواني بتاعتي كده واركنها، واجيب بقى الطاسه بتاعتي كده على البوتاجاز. يبقى انا شغلت في الفرن بتاع البوتاجاز، حطيت فيه صينيتين، صينيه على البلاطه وصينيه على الشبكه. اللي على الشبكه من فوق انا لسه كده بقولك ما ولعتش من فوق، هسيبه لما ياخد لون من تحت وبعد كده هولع عليه من فوق. ما شاء الله كله منتفخ، العيش كله مفيش رغيف ما اتنفخش. اهو هبدأ بقى اول ما يبتدي كده يطلع فقاعات كده بسيطه هقلبه على الناحيه التانية بنفس الشكل كده. عايزه اقول لك اللي اتخبز في الطاسه يعني ما يفرقش حلاوه عن اللي اتخبز في الفرن بتاع البوتاجاز من تحت. يعني لو انت عندك الفرن مش شغال بكل سهوله، او لو انت عامله كميه صغيره ما تشغليش فرن البوتاجاز، وليه على الطاسه كده واعمليه، هيبقى حاجه كده زي العسل. الرغيف معانا اتنفخ اهو ومستوي من قلبه وطري، حاجه كده زي العسل. طبعا هتقلبيه بقى يمين وشمال، انا حبيت ان انا اديله لون زياده، بس هو اللهم بارك. طبعا النار مش واطيه، يعني ما توطيش النار وما تعليهاش قوي. برضو العيش اللي معايا اللي في الفرن اتنفخ اهو، انا لسه ما كنتش ولعت الشوايه عليه. بص الرغيف طري بس طبعا كان سخن. هغطيه، اول ما يبتدي يطلع كده الفقاعات زي ما انت شايفه كده هقلبه على الناحيه التانية على طول اهو. يعني خبيزه سهل جدا. بصي ما شاء الله هو بيتنفخ معانا، كل العيش طالع يعني تحفة بجد والله. والله يا جماعة بدون مبالغة أنا يعني عجبني جدا وطعمه كان جميل، وكل اللي داقه يعني عجبه جدا. هبتدي بقى أقلب كده، يعني حتى الرغيف ده يعني في فتحة كده من فوق، حتى انت شايفها البخار برضو اتنفخ اهو.
هتقلبيه بقى يمين وشمال وتروحي مطلعه على طول على طول كده بسرعة، ما شاء الله ما خدش وقت. بنفس الشكل كده، واحمر من فوق ومن تحت، حاجة كده اللهم بارك. يبقى احنا ما رميناش حاجة خالص من اللبن. الشرش اللي طلع معانا من اللبن عملنا بيه احلى عيش ابيض. احنا هنا بنسموه العيش الآلي. يعني في بلد كده في البحيرة تقريبا، قولولنا في بلدكم اسمه ايه. احنا هنا في القاهرة مسمينه العيش السياحي، في البحيرة مسمينه العيش الآلي لان هو بيتعمل بالآلة. يعني ما بيتعملش في البيت او بالنشابة، لا هما بيحطوه في مكان كده وفي حاجات وبيعملوه. ما شاء الله انا خبزت 3 في الطاسة واستوى معانا واتنفخ وكان زي العسل. وادي ولعت الشواية اهي بعد طبعا ما احمر من تحت. والرغيف الكبير حطيته في الصينية. طبعا انا كنت مولعة الفرن بتاعي من تحت، خلصت الكمية كلها ما خدتش معايا وقت. ما شاء الله لا قوة الا بالله، مستوي من فوق ومن تحت. وكنت مشغلة برضو طاسة من فوق. ما تدهنيش الصينية اي مادة دهنية. هو العيش كده بدام الصينية سخنة والفرن سخن، اول ما يخش الفرن على طول هيتنفخ معاكي. طبعا عامل مساعد جدا ان انتي تسيبيه يرتاح ويتخمر معاكي كويس جدا. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. الكمية طلعت معانا اهي اللهم بارك، كمية جميلة جدا وكتير ما شاء الله، بألف هنا وشفا. احنا طبعا متعودين ان احنا ما نعدش العيش اللي هنخبزه لبيتنا، فسامحوني ما قدرتش اعده لاني مش متعودة ان انا اعد الخبز يعني اللي هناكله في البيت. احنا بنقول كده سيب الحاجة ببركتها، حتى لما يبقى باقي عجين واحنا بنخبز ما نقولش باقي كام رغيف، بنقول فاضل كام بركة. فاحنا دايما بنسيب الحاجة بالبركة بتاعتها. انما لو انت عايزة تعمليه كمشروع ممكن تقدري جدا بكل سهولة تعملي، او لو انت عايزاني اعملهولك ممكن تكتبي لي في التعليقات تحت اعمل لك، اشوف لك كام الكيلو الدقيق هيعمل معاكي كام رغيف. بس طبعا اللي بيتعمل في البيت غير طبعا اللي بيتباع بره، لان ده كده فيه لحم من جوه والرغيف يشبع. وبألف هنا وشفا.